اللهم رب الإسلام وكلمة الإسلام سيدنا محمد الوسيلة الحمد لله رب العالمين، هو إله الأولين والآخرين ورب الخلائق أجمعين. ظهرت عظمته عقول العارفين، ظهر بدائعه لنواظر المتأملين. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، وبيده البسط والقبض والرفع والخفض. نصب الجبال فأرساها، وضع الأرض ودحاها، فجر المياه وأجراها، سخر الشمس والقمر دائبين، جعل الليل والنهار متعاقبين. الملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته خائفون، والجبابرة لعظمته صابرون. له من في السماوات والأرض كل له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله، بذكره تطمئن القلوب وتفرج الكروب وتصدر العيوب. والله يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك، وما طابت الآخرة إلا بعفوك، وما طابت الجنة إلا برؤية وجهك. ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. قيل لمريم ذات يوم يا مريم لم لا تتزوجي؟ فقالت لأن لساني مشغول بذكره، وقلبي بمحبته، وجوارحي بخدمته. وما من بقعة في الأرض أفضل عند الله من بقعة يذكر عليها الله. وما من يوم إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها على بعض وتقول يا جارة هل جاز عليك اليوم ذاكر لله؟ لذلك يقول بعض الصالحين عجبت لمن خرج من الدنيا ولم يستمتع بنعيمها. قيل له وهل في الدنيا من نعيم؟ قال نعم، نعيم يعدل نعيم الجنة وهو ذكر الله. لذلك رأى أحد الصالحين ذات يوم ابن عباس وهو على عرفات الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتعجب الرجل وقال له يا ابن عباس لقد تركت الدعاء في هذا المكان وانشغلت بذكر الله، واليوم يوم الإجابة، والمكان مكان يستجاب فيه الدعاء لمن شغلت بذكر الله. أتدري ماذا قال ابن عباس؟ قال لأن خليلي محمد أخبر عن جبريل عن رب العزة أن الله قال في حديثه القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قولوا لا إله إلا الله. اطلب بطاعته الرضا، فإنه بالجود يعطي للسائلين الرضا. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، ليس العيون تراه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله بين لنا أن الأنس بالله نور ساطع، والأنس بغير الله سيف قاطع. والعارف بالله هو الذي لا يحزن على مفقود ولا يفرح بمولود. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اصطفاه، فإن رضي اجتباه. يقول حميد بن الطويل العارف بالله دخلت المقابر ذات يوم لأتعظ بها
يقول: فرأيت صاحب تلك المقبرة فقلت له: كيف حالكم يرحمكم الله؟ فقال لي: كلنا والحمد لله على خير، أهل المقابر كلهم ماتوا على التوحيد وكلنا على خير والحمد لله. فقلت له: من أحسنكم حالا؟ من أفضلكم؟ فقال: صاحب تلك المقبرة، وأشار إلى مقبرة من القبور. فسألت ربي أن يرني إياه، فإذا هو شاب صغير السن. فقلت له: كيف تكون أحسنهم وأنت أصغرهم سنا؟ هل حججت كثيرا؟ هل اعتمرت؟ هل جاهدت في سبيل الله؟ فقال لي: والله أبدا، وإنما كنت أحسنهم حالا لأنني ابتليت بكثير من المصائب في الدنيا فصبرت على قضاء الله وحكمه. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، ادرع لربك، فإنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إلى أين الوجهة اليوم يا شيخ؟ كان من عادتي دائما أن أنقطع الإرسال بعد خطبة العيد دائما، وأكون دائما في أجازة في الجمعة التي تلي العيد، ولكن فوجئت بأحداث وأمور جرت يوم أن نوينا أن نصلي في الخلاء. أمور والله ما كنت أتوقعها لولا أن بلغني بها رجال أثق فيهم. جعلت موضوع خطبة اليوم عن قول الله في الآية 18 من سورة قاف، والتي قال فيها مولانا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جعلت موضوع خطبتي خطر الكلمة في الإسلام، وخصوصا ونحن في أيام الفتن. والله ما أضاع الناس إلا ألسنتهم، وما أضاع الناس إلا النفاق والرياء، وما أضاع الناس إلا المراء والجدال. الذي كان يمدح بالأمس أصبح يقدح اليوم، الذي كان معنا بالأمس أصبح علينا اليوم. ما أضاع الناس إلا الذين سخروا ألسنتهم لعداء الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أضاع الناس إلا ذا الوجهين الذي يلقى هذا بوجه ويلقى هذا بوجه. ما أضاع الناس إلا قوم اتخذوا المظاهر عنوانا زائفة كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين. والله ما أضاع الناس إلا هؤلاء، مع أن الكلمة في أيام الفتن قال عنها النبي، والحديث في صحيح مسلم: ستكون فتنة عمياء صماء بكماء من أشرف لها استشرفت له، اللسان فيها كحد السيف. أنت عارف يعني إيه اللسان؟ يعني الرجل يتكلم بالكلمة في أيام الفتن أمر من ضربة سيف. أخبر النبي عنها منذ 14 قرنا عندما قال: قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الجاهل التافه الذي لا علم له. وكأن رسول الله ينظر من وراء الحجاب. لم لا وهو القائل: الفتنة نائمة
لعن الله من أيقظها. لم لا؟ والكلمة في الإسلام لها خطرها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يلقى في جهنم بسببها 70 خريفا. بكلمة واحدة تتكلمها في غضب الله تلقى بتلك الكلمة في النار والعياذ بالله 70 خريفا. فالكلمة في أيام الفتن كحد السيف كضربة بسيف. بكلمة واحدة تدخل في دين الله، بكلمة واحدة تخرج عن دين الله، بكلمة واحدة تحل لك امرأة، بكلمة واحدة تحرم عليك امرأة، بكلمة واحدة تنال غضب الله، وبكلمة تنال رضا الله، بكلمة واحدة تفرق شمل الأحباب، بكلمة واحدة توقع الفتنة بين أهالي القرية الواحدة والفتنة نائمة. لعن الله من أيقظها. ابن آدم احفظ لسانك إنه ثعبان. كم من في المقابر لا يندبنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. لذلك يقول النبي إن الأعضاء كلها إذا أصبحت تنادي على اللسان. والحديث يرويه أبا سعيد الخدري. ماذا تقول الأعضاء له؟ تقول له اتق الله فينا إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ابن آدم إن شئت أن تحيا سليما من الردى ودينك محفوظ وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك مساوئها فدعها وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وحد الله. الكلمة تفرق شمل الأحباب، وهذا ما حدث بين أبناء القريتين. وأنا أقول لمصلحة من هذا كله. ألم تسألوا أنفسكم لمصلحة من هذا كله الذين سخروا أنفسهم للوقيعة بين أهل القرية الواحدة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أنت عارف سيدنا الإمام علي يقول لك إيه؟ يقول لك من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. من علامة غضب الله عليه أن يشغلك بما لا يعنيه. ما في حديث النبي يقول فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قول عمر عندما قال لا تنظروا إلى أعمال الناس كأنكم أرباب بل انظروا إلى أعمال الناس كأنكم عبيد. فما الناس إلا رجلان مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء في الدنيا. ويقول سيدنا علي ابن أبي طالب من رأى من أخيه شيء يعيبه، في عيب يعمل إيه يا إمام؟ قال فلينهاه في سد وليأمره في سد ولا يكن عونا للشيطان على أخيه. لكن تفضحه وتنصحه أمام العوام فالنصيحة على الملأ فضيحة يا سادة. لذلك أخطر شيء في الإنسان وفي أعضائه هو اللسان. قال عقبة بن عامر ذات يوم للحبيب من نجاه؟ أتدري ماذا قال النبي له؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انت عارف لو نظرت في أعضاء الإنسان لوجدت العجب العجاب فيها. تجد أن الله جعل لك لسانا واحدا وجعل لك أذنين. لماذا؟ يقول العلماء ليكون
تسمعه ضعف ما تتكلم به. عشان كده العلماء يقولوا من حفظ لسانه في الدنيا لأجل الله أطلق الله لسانه بالتوحيد وهو على فراش الموت. ومن صرح لسانه في أعراض الناس حبس الله لسانه عن النطق بالشهادتين ولو كان قائم الليل وصائم النهار. انت عارف سيدنا الامام البخاري يقول لك ايه؟ يقول لك لأن أزني 100 مرة أزني 100 مرة أحب إلي من أن أغتاب موحدا بالله. ياه، لو أزني 100 مرة أحب إلي من أن أغتاب مرة واحدة يوحد ربه في الدنيا. ولأن أفطر شهر رمضان أحب إلي من أن أغتاب عالما في الله. ومن اغتاب عالم جاء يوم القيامة مكتوب بين جبهته هذا آيس من رحمة من رحمة الله. يأتي إلي شباب وأسمع تليفونات طوال الأسبوع، فلان تكلم عليه، فلان من حب الناس وتجمع الناس إليه أصبح كاد أن يحترق من الحسد والغيرة. وأنا أقول ماذا أفعل لهذا يا حاسدا لي على نعمتي؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهم. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ضاريت كل الناس إلا حواسدي، مضاراتهم عزت وعز نوالها. وكيف تداري عنك حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ ازاي الواحد هيرضي الحاسد؟ الحاجة الوحيدة والله لو ذهبت إليه وطأطأت الرؤوس تحت أقدامهم لم يرضوا علي، لأني رجل قلت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن يا سادة؟ لله رب العالمين. وأنا أقول يا رب ليتك تحلو والحياة منيرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود يا رب فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليرضى عني الناس أو ليسخطوا، أنا لم أعد أرضى لغير من؟ لغير الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كل ما في أنني اقتضيت بهذا المكان وفضلته على كثير من الأماكن الأخرى. أهذا ذنب عندي أني أحبكم في الله؟ أهذا ذنب عندي حتى يخاض في عرضي ويشاع عني إشاعات؟ وأنا أقول ألم يسمعوا هؤلاء إلى قول رسول الله أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو بريء منها إلا كان حقا على الله أن يرميه بها على وجهه يوم العرض على الله. تعرف أقول لكل شاب يغار عليه ويحزن لما يقال في شأنه لا تحزن، كن عن الأحقاد مرتفعة، بالطوب يرمى فيبكي أطيب الثمر. إذا كنت في نعمة ستجد من يحسدك عليها، فإذا وجدت من حسدك عليها فاعلم أنك في نعمة. يؤتى للعبد يوم القيامة بصحيفة أعماله فلم يجد فيها حسنة واحدة فيتعجب ويقول يا رب أين صلاتي؟ أين صيامي؟ أين زكاتي؟ انت عارف ربنا يقول له ايه؟ يقول له لقد
كله باغتيابك لأخيك الموحد، باغتيابك له. ويؤتى لآخر فيرى حسنات ما فعلها في الدنيا، يقول يا رب أنا ما فعلت هذا، من أين أتيتني بها؟ فيقول له رب العزة باغتياب الناس لك وأنت لا تشعر. لا تحزنوا. انت عارف سيدنا ابن المبارك يقول ايه؟ يقول لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابواي فهم احق بحسناتي من كل الناس. انت عارف الامام الحسن يقول ايه؟ يقول والله للغيبة اشد على دين المؤمن من الاكلة في الجسد، يعني اسرع الى دين العبد من الاكلة في الجسد. جاء رجل الى الامام الحسن البصري رضي الله عنه وقال له يا امام ان فلانا يذكرك بسوء. مش بقول لكم يا جماعة الناس هم الناس والتاريخ يوم مقرر، عشان ما تزعلوش. الامام الشعراوي يقول اذا لم يبتلى الداعية في دعوته لم يأخذ حظه من ميراث نبوة محمد بن عبد الله. مش قالوا عن النبي شاعر وساحر وكاهن وكذاب هذا هو ميراث النبوة لمحمد بن عبد الله. يأتي رجل إلى الإمام الحسن البصري ويقول يا إمام إن فلانا اغتاب. والله زي اللي قالوا لي في العيد ليلة العيد، قالوا لي فلان قال في حقك كذا، فابتسمت وقالوا لي أتضحك، فقلت وتذكرت موقف الحسن البصري عندما قالوا له إن فلانا قد اغتاب. انت عارف عمل ايه؟ أرسل للقائل طبق من رطب وقال اذهب به إلى الذي اغتابني. فتعجب الجمع ماذا تفعل يا إمام؟ فقال أرسل إليه طبق الرطب لأنه أهدى إلي حسناتي فأردت أن أكافئه. شوفوا يا جماعة الأدب. ويأتي إليه آخر ويقول يا إمام إن فلانا خاض في عرضك. دي ضريبة كل من قال لا إله إلا الله، ولكن قالها على حق، لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله، لا يأكل بلسانه من أجل الدنيا. وهؤلاء قال عنهم النبي إن من شرار أمتي، والحديث يرويه أبو داود في سننه، الذين غزوا بالنعيم يأكلون أطايب الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقون بالكلام أمام الناس. وما أكثر هؤلاء يأكلون بألسنتهم من أجل دنيا زائلة، يبيعون قضيتهم من أجل عرض دال، ولكن الله يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة. فلا تحزنوا على ما يقال فيه، لأنكم لو تآثرتم أو فتنتم أو تأججت نار الفتنة سأضطر إلى اللجوء إلى بيتي حتى لا تصار فتنة بسببي فيسألني عنها ربي يوم القيامة. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري وقال يا إمام إن فلانا خاض في عرضك. فيه أكثر من كده. وجلس الإمام الحسن البصري كأنه الجبال الراسيات ما انهزش، وجلس النمام أمامه كأنه ذبابة تحاول أن تتسلق إلى جبل أشم. ثم نظر الإمام إلى النمام القائل له إن فلانا خاض في عرضك وقال له يا هذا لقد أسأت إلى صاحبك ولم تحسن إلي. بقى أنا جاي أبلغك إن فلان قال في حقك كذا، تقول لي أسأت إلى صاحبك ولم تحسن إلي. قال له كذلك. نعم. قال كيف هذا يا إمام؟ قال أسأت إلى صاحبك لأنك أزعت لي أسرار مجلسه، ولم تحسن إلي لأنني بلغتني ما أكره عنه. ولكن اذهب إليه وقل له الحسن البصري يقول له ويقرئك السلام ويقول له اعلم أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وعلى
عن وجهه يوم القيامة. والذي قال هذا قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، الكلمة لها خطرها في الإسلام، وقلت لكم من خطرها أنها تفتن العباد وتؤجج نار الفتن بين البلاد. وهذا ما لاحظته عندما أتيت إلى تلك القريتين، فوجدت الأمر عجيب. وكنت والله العظيم أنني كنت سأغادر هذا المسجد من أول شهر جئت إليه، وقالوا لي إنها فترة بس انتقلت لعل مسجدك ينضم إلى في يوم من الأيام. ولكن لما رأيت الأمر هكذا أقسمت بالله العلي العظيم أن أظل معكم مهما كان الأمر إلى أن يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين، بأمر من الله العلي القدير. لأننا والله يا جماعة نحن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا والله لست إخوانيا ولا سلفيا ولا تبليغيا ولا صوفيا، أنا محمدي المشهد رباني الطلعة. هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. فوجودي هنا ليس لتعصب لفئة على حساب فئة، أنا أقول الحق ولو كان مرا وأجري إلى الله. عرض علي من الأمور لترك هذا المسجد بأي وسيلة. لما؟ لتجمع الناس فيه وانجذاب الناس إلى هذا المكان. أهذا بأمري أم بأمر من؟ أهذا بسببي أم بسبب من قبل الله؟ ونسوا أن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان معه الله فمعه الفئة التي لا تغلب أبدا. نسوا أن ما خرج من القلب لا يصل إلا إلى القلب، وما خرج من الآذان لا يتجاوز اللسان. نسوا أن الدعوة إذا كانت لله وإلى الله كان الهدى بأمر الله، وتفتح القلوب بين يدي الله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. والله الكلمة لها خطرها وليعلم الناس سببها. انت عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اسمع وابكي على نفسك حتى يسمع كل من تكلم في أعراض الناس أو خاض في شرف الناس أو خاض في سيرة فلان وعلان. أنا لا أقصد أحدا بنفسه، ولكن الكلام لي قبل أن يقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط ورواه البراء بن عازب بسند صحيح وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل لقمة من ربا. أكل إيه؟ لقمة من ربا تعدل 72 ذنبا أقلها كمن يزني بأمه. الحديث كده انتهى؟ ما انتهاش. ده اسمع إلى الضمة الكبرى. أكل لقمة من ربا يعدل 72 ذنبا أدناها كمن يزني بأم بأقل ذنب منها. ألا وإن أرض الربا أن تعتدي على أعراض الناس بالكلام. أنسوا هذا؟ ألم يقرأوا هذا؟ مع أن النبي قال الغيبة أشد من الزنا. يمكن أول مرة تسمعوا الكلام ده، نبقى في حديث هذا. الغيبة أشد من إيه؟ من الزنا. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي الرجل يزني فيتوب من عليه. مجرد نقول استغفر الله غفر الله له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. الزاني الرجل يزني فيتوب الله عليه. أما صاحب الغيبة لن يغفر الله له حتى يغفر لها صاحبه في الدنيا. انت عارف ما يقول في حديث اخر ايه؟ اياكم والغيبه فان فيها 3 آثام لا يرفع لصاحبها عمل ولا يقبل منه حسنه وتتراكم عليه السيئات. اقول له لمصلحه من هذا تأجيج الفتن بين البلاد، حتى كاد الناس ان يقتتلوا في يوم من الايام. اصبت الفتن
جدا وأصرت هذا على حرب دين محمد بن عبد الله لمصلحة من هذا كله. ده ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا. ده النبي قال للأوس والخزرج دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ده في حديث آخر رواه البراء بن عازب وصححه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. اسمع النبي يقول فيه، بس والنبي صلى عليه الأول. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان ما تزعلوش، ما انتوا هتسمعوا كلام عني، ممكن أسمع عنكم كلام برضه، ما تزعلوش عشان لا أؤجج نار الفتنة. إن رأيت أحد تكلم في عقدي فقل الله يسامحك، وأنا مش عايزك تنصار أمام أي أحد. أنا ما جئت هنا إلا لهداية الناس، مش عشان أقلب بلاد على بعضهم. احذروا هذا جيدا حتى لا نقع في المشاكل. النبي يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إيه؟ قلبه. يعني في ناس هتبقى كده وتلاقي الصورة تحت تشوفه تقول عليه رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون من الإسلام مظهرة، ولكن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر. ما أنت كنت حبيب الأمس أصبحت عدوا اليوم، لماذا؟ ما أنت كنت الخروج على الحاكم حرام وضلال، وأصبح أمر بمعروف ونهي عن منكر، أصبح كلمة حق عند سلطان جائر. يا أخي اثبت على مبدئك، والله لو ثبت على مبدئك لكن أول المحترمين لك. ظلت دعوتي هنا و13 عاما وأنا في مدينة بنوك، ما غيرت مبدئي لا في حكم هذا ولا في حكم هذا، لأن الأمر أشد من هذا، الأمر أكبر من هذا. النبي يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. فضحه ولو في عقر بيته. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خطر الغيبة على الإنسان بطريقة عملية، فأمر الصحابة يوما في يوم من الأيام أن يصوفوا. من اللي أمرهم بقى؟ الحبيب. وقال لهم بشرط ألا تفطروا إلا بإذن، يعني المغرب يبدأ تجيبوا كلكم تستأذنوا مني. وهذا لم يحدث قط إلا في تلك المرة. وصام أهل المدينة كلهم. ولما جاء وقت المغرب توافد الصحابة على رسول الله ليأذن لهم في الإفطار، فأذن لهم إلى أن دخل عليه رجل وقال يا رسول الله عندي جاريتان، يعني بنتين، استحيا من الحضور عندك، يعني حرموا انهم يجوا يستأذنوا له، فأذن لهم بالإفطار، لهما بالإفطار. يقول لك فأعرض النبي عنه بوجهه هكذا وقال ائتني بهما، لأن هو إلا وحي يوحى. فجاء بهما، فلما دخلتا على النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي إليهما وقال للأولى كعي. أنت عارف يعني إيه كعي؟ يعني تقيأت. يقول لك فتقيأت الأولى دم. وقال للثانية كعي فتقيأت صديق. ثم قال النبي إن هاتين الفتاتان صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، أما إحداهما فكانت تقول الغيبة وأما الثانية فكانت تستمع لها، والذي نفس محمد بيده لو بقي الدم في جوفيهما لأكلتهما النار يوم القيامة وما أصابتهما شفاعة محمد. لو الدم والصديق بقي في جوفيهما كانوا هيبقى مأكل للنار، ويجي يوم القيامة لا شفاعة لهم. عشان ايه؟
عشان تكلموا في حق الله. هل خلت مجالسنا من الكلام في حديث الناس؟ لما اقول لك ان الغيب اشد من الزنا، اهناك خطوره اكبر من ذلك؟ تاتي الاسلمي والحديث في سنن الترمذي ويقول يا رسول الله وهو باكيا اقم علي حد الزنا. الراجل ده كان زنى، واحنا عارفين ان حد الزنا يثبت بشهاده 4 او بالايه؟ بالاقرار، ان يقر صاحبه. يقول لك النبي من رحمته اعرض عنه بوجهه لعله ان يتراجع عن هذا الامر، فجاءه في اليوم الثاني اقم علي الحد، فاعرض النبي عنه بوجهه لعله ان يرجع الى الله ويتوب. شوف رحمه النبي. من ستره الله في الدنيا ستره يوم القيامه. جاء في اليوم الثالث هذا الرجل صمم على أن يختار عذاب وعقوبة الدنيا بدلا من عقوبة الآخرة، وصمم على أن يقام عليه الحد. فأمر النبي الصحابة أن يرجموه لأنه كان محصن أي متزوج، والمحصن حده الرجم. فلما رجمه الصحابة وانتهوا من رجمه، النبي قاعد في المجلس فسمع أحد الصحابة يقول للآخر إن هذا الرجل أحمق. على مين؟ على الأسلمي. ستره ربه في الدنيا فأبى إلا أن يفضح نفسه ورجم كما يرجم الكلب في الدنيا. هي كلمة قالت وفي حق واحد مين؟ الزاني. هو النبي عدها كده يا جماعة؟ سكت النبي بعد أن بان غضبه. وبينما هم في طريقهم إلى عودتهم إلى بيوتهم إلى المدينة، مر النبي على كلب ميت يعني منفوخ بطنه ميت بقاله أيام. يقوم ينظر إلى القائلين العبارة ويقول لهما أتأكلان من هذه الجيفة؟ فقالوا غفر الله لك يا نبي الله، ومن تطاوعه نفسه أن يأكل من هذه الجيفة؟ فقال النبي لهما والذي نفس محمد بيده لقد نلتما من عرض الأسلمي آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. ثم طرق النبي برأسه إلى السماء وقال لهما إن جبريل أتاني الساعة وكشف لي الحجاب وإني أرى الأسلمي يرتع في رياض الجنة وقد طهره ربه تطهيرا. هتشتغل رب يا حبيبي في الدنيا، هتحاسب الناس. انت عملت نفسك ايه؟ داعية ولا وصى على الناس؟ ده انت زهقت الناس في الدعوة. انت اخرك هيبقى ايه يعني؟ انا عايز اعرف. مش هتفتح الا لما يقتتل اهل القريتين بعضهم مع بعض، الا لما تجد الدماء تنزف. ده لو ان اهل اليمن عمر يقول هذا اجتمعوا على قتل رجل لاخذتهم به في الدنيا هقتلهم كلهم. ده من اعان على قتل مسلم جاء يوم القيامه مكتوب بين جبهته هذا آيس من رحمه من. والله ما اعرف الناس بتقرا الكلام ده ولا ما بتقراوش، ولا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون. يا جماعه اذا وجدت هوى او شح او اعجاب كل ذي راي برايه فدع عنك العوام والزم بيتك احسن. والله فتن كقطع الليل المظلم. اخبر النبي عن هؤلاء الدعاة عندما قال دعاة على ابواب جهنم يوم القيامه. دعاة على أبواب جهنم يأكلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. أبي يحلفون أم علي يبتلون وعزتي وجلالي لأسلطن عليهم فتنة تبع الحليم حيران. بالله عليك أنت ما انتش حيران؟ والله يا جماعه جه عليا وقت بقيت اقول من اللي على حق ومن اللي على باطل. والله جه عليا وقت اقول لمصلحه من هذا حروب في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، السودان، الصومال. والدور علينا، الخطه الاخيره كانت علينا والله لمصلحه من هذا كله جندوا لخراب الاسلام ولدين محمد بن عبد الله. أفيقوا من غفلتكم
والصلح فيما بينكم. كتابكم واحد، ربكم واحد، قبلتكم واحدة، نعمل على ما اتفقنا عليه وهو كثير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه وهو قليل. اسمحوا لي أن أنتقل نقلة أخيرة قبل أن ينسحب الوقت من تحت أقدامي، ولكن بعد أن أسمع التوحيد منكم. تلك المرة إلى المدينة المنورة حيث ماتت امرأة فيها، وجاء هذا الأثر في صفة التقوى وكتاب الخصائص والمواهب اللدنية للفصلاني. ولما ماتت جيء بالمغسلة لتغسلها. لابد أن يكون المغسل أمينا، أمين، مش أي واحد يمتهن تلك المهنة. ويا ريت العلماء لهم يتولوا، الفقهاء في دينهم يتولوا هذا الأمر يا جماعة. النبي يقول في حديث: من غسل ميتا فحافظ عليه سره غفر الله له 40 كبيرة. تخيل لي اللي يغسل ميت ويستر عليه ما يزعش سره، النبي يقول لك كفر الله وغفر له 40 كبيرة في الدنيا. وجيء بالمغسلة لتغسل الميتة وصبت الماء على الجسد. ولما وصل الماء إلى فرج الميتة إذا بالمغسلة تذكرها بسوء وتقول: كثيرا ما زنى هذا الفرج. شفتوا المصيبة؟ ما هي المشكلة إن كل واحد فينا عاوز يعمل نفسه إله ورب، وما أنت اللي هتحاسب. يا عم ما ادعي الملك والملك للمالك. وأنت عشان تعمل عمرة وتاخد لك قرشين تسير الدماء كده يا جماعة، احنا هنضحك على بعض. ما احنا عارفين الأساس كله. والله يا جماعة لا أقصد أحد باسم عشان تبقوا عارفين، أنا أقصد كل داعية إلى الشيطان مش إلى الله. كل داعية إلى الشيطان ويدعو إلى إراقة الدماء وإلى تفرقة الأمة. كثيرا ما زنى هذا الفرج. لقد رمتها إذن. أيترك الله الأمر يمر عليها هكذا حتى ولو كان المقذوف ميتا؟ وربنا مش موجود. ده قال: وما كنا عن الخلق. ده قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون. الله يدري كل ما تظلم، يعلم ما تخفي وما تظهر. إن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. هتضحك على مين؟ علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون إلى ما لا نهاية. هل يترك الله الأمر يمر هكذا حتى ولو كان المقذوف ميتا؟ إنما حدث شيء تذهل له الولدان وتشيب من ناصيته الولدان والشعور. المغسلة رمتها بالزنا. ماذا حدث؟ التصقت يد المغسلة بجسد الميتة كأن مغناطيسيا شديد الجذب جذبها على جسمها بحيث أصبحت لا تحركها بقدرة من؟ لزق اليد لزقت والتصقت بالجلد. تيجي تحرك ايديها لا تحركها. واستعجل أهل الميتة تكفين ميتتهم وفقيدتهم أن نحضر الكفن. بينادوا على مين؟ فتقول نحلة تحاول تعمل هي كده، خلاص أمر الله نفذ. ودخلت إحدى النساء عليها فوجدت الأمر هكذا، وشاع الخبر في المدينة. ماذا يفعلون؟ أيقطعون يد المغسلة وتكفن مع الميتة؟ فدفن الميت أولى. ومن العلماء من قال نقطع قطعة جلد من جسد الميتة ونخلع الإيد بالجلد، فالحي أولى من الميت. واشتد الخلاف. كل هذا بسبب إيه؟ كلمة واحدة. مش اللي بيخوضوا في العلماء، كلمة واحدة. مش اللي بيخوضوا في أهل الله. يا حبيبي لحوم العلماء مسمومة. ابتعد عن لحوم العلماء، ابتعد
انت وغيرك التصقت يدها بيد المغسلة واشتد الخلاف، كل هذا بسبب كلمة واحدة، ولكن كلمة أخبر عنها الصادق المصدوق عندما قال قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. حديث زي كده أول مرة نسمعه يا جماعة. أنت عارف يعني إيه قذف محصنة؟ أعد الحديث مرة ثانية يا رسول الله على أذهان الأمة الذين غفلوا عن أحكام الله. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، يعني معناها أنت عارف لو قلت الواحد يا زاني أو قلت الواحدة يا زانية ولو هزار، والله أنا بسمع الكلام ده واحد يا ابن الزاني يا ابن فلان يا ابن علان ويمكن بيهزر معاه. النبي يقول لك الكلمة دي إذا صعدت إلى الله هدمت عمل هذا العبد 100 سنة ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار. هدى ديننا يا جماعة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا بالفاحش ولا بالمزيد. أبي عبد الله الجلالي يسألون بالمؤمنين عائشة عن خلق رسول الله فقالت لم يكن فاحشة ولا متفحشة ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. أهي ده أخلاق الأنبياء. لكن تهبش تشتم وتخوض في أعراض الناس وتغتاب وترق دماء وتفتن بين قريتين كانوا من أحب القريتين بعضهم إلى بعض. ما حدث؟ ما للمنازل أصبحت لأهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. هامت على نفس الهموم كأنهن هموم وصقور. يا ليل إني تائه هل تنقضي أم ليس بعد قانون. ده مش رماه الزنا، ده بيرمي البعض بالكفر، يرمي البعض بالكفر. ومنهم من أفتى أن الصلاة في هذا المسجد حرام. سمعت هذا أيضا. هنسمع أكثر من كده فتاوي يا جماعة. السلام على الناس حرام، الزواج منهم حرام، الصلاة في مساجدهم حرام. قالوا أن المساجد لمن؟ فلا تدعوا مع الله إلها آخر واحدا. يا جماعة هو أنا جاي أصلي هنا عشان المسجد هذا ينتسب إلى الإخوان ولا خلافه؟ يا جماعة فوقوا بقى. يا جماعة عايزين نرجع لعقيدتنا صح. لا يخوض في بالك وخاطرك إلا الله عز وجل. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ده مش كده وبس، ده ذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودخلت عليهما صفية. صفية كما هي رخرة زوج النبي صفية بنت حلي بن أخطر الرجل من كبار اليهود. فصفية بعدما دخلت على النبي لقضاء حاجة من حوائجها ومشت تقوم السيدة عائشة تقول للنبي ما لي أرى صفية قصيرة القوام. صفية إيه؟ غير الإنسان. يقول لك كانوا بيتصارعوا بحب النبي. وصفية يقول لك كانت جميلة جدا يا جماعة. النبي عمره ما اتجوز وحشة مع واحدة معلاش جمال أبدا. كانت جميلة وكانت بنت سيدة قومها زي جويرية بنت الحارث من بني المصطلح. قالت في صفية ايه؟ ما لي أرى صفية قصيرة القوم. هي دي الكلمة دي فيها حاجة يا جماعة. امال ايه اللي بنسمعه ده؟ يقوم النبي يحمر وجهه ويغضب غضب شديد ويقول لعائشة والذي نفس محمد بيده لقد قلت في صفية كلمة لو أنها ألقيت في مياه البحار المالحة لغيرت طعمها. كلمة واحدة قلتيها فيها لو الكلمة دي ارتمت في مياه البحر، مش بحر، البحار المالحة كلها لمزجت به، يعني غيرت طعمها. يبقى الناس بتتكلم عن افريقيا يا جماعة. أقول إيه تاني؟ واشتد النزاع في المدينة أيقطعون الجسد أم يقطعون يده؟ إلى أن اهتدى علماء المدينة
إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومالك كان من العلماء العارفين بالله، كان إذا دخل المدينة المنورة أخذ نعله ووضعه تحت إبطه ومشى حافيا، فيقال له: لم لا تلبس نعلك يا مالك؟ فقال: أستحي أن أطأ بنعلي موضعا وطأه رسول الله. شفت الحب؟ حب من عايزك تحب النبي وتحب ربنا كأنك مجنون، حتى انهم تزف في حبه معه. استحي. مالك بن أنس يأتي إلى المغسلة ويقف على الباب وينادي على المغسلة ويقول لها: أخبريني ماذا قلت في حق الميتة. عرف. انت عرفت فيها ولا قلت فيها ايه؟ فقالت له: يا مالك لقد رميتها بالزنا أبدا. فقال الإمام مالك: لتدخل إحدى النساء بجلدة وتحد المغسلة 80 جلدة حد الايه؟ حد القذف 80 جلد عالي. ودخلت إحدى النساء بجلدة وجعلت تجلدها 80 جلدة. يقول راوي الأثر: والله ما تمت 80 جلدة إلا رفعت اليد بقدرة مالك. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم نفس الهم عن المهمومين، فرج الكرب عن المكروبين، اقض الدين عن المدينين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أشاع علينا كلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اعتدى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أثار الفتنة بيننا. اللهم ألف بيننا، وحد بين كلمتنا، اجمع صفوفنا، اجمع صفوفنا، احقن دماءنا. اللهم من أراد بالإسلام سوءا انتقم منه يا جبار، ومن أراد بالإسلام خيرا وفقه يا رحمن. انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انتقم من اليهود انتقاما شديدا. اللهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم يتم أطفالهم، عقم أرحامهم، رمم نساءهم. اللهم نصرك المؤصل للمسلمين. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الطب بنا فيما جرت به المقادير. اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. عباد الله، حياكم الله، شكركم الله، وتذكروا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع